يوميا في ناس بتسالني اشتري هاتف رائد قديم ولا اشتري جهاز متوسط جديد، وبما اننا دلوقتي على بدايه 2018 فقررت ان انا احسم الموضوع من الاول واشوف الاجهزه ديت. ولكن من وسط كل الاجهزه الهاي اند اللي نزلت في 2017 فاكيد في جهاز فيهم مميز هيكمل معانا كمنافس كويس جدا في 2018. فخلونا دلوقتي نشوف ايه احسن موبايل من سنه 2017. بما اننا في مصر فانا مش هتكلم عن الاجهزه اللي نزلت عالميا لانها كتيره جدا وفي منها ممتاز قوي زي جوجل بيكسل او ال جي في 30. انا هتكلم على الاجهزه اللي موجوده في مصر بشكل رسمي او على الاقل منتشره دلوقتي في السوق المصري. في مصر الشركات اللي مسيطره على الاجهزه الهاي اند او الاجهزه المرتفعه هم هواوي وسامسونج وابل، وانا كان من حسن حظي ان انا جربت الثلاث اجهزه او الثلاث شركات في سنه 2017. في اجهزه انا شايف في رايي ان هي ما تستاهلش ان انا اعلق عليها في الفيديو دوت زي الايفون 8 مثلا، اللي هو اضعف من كل المنافسين او اضعف من كل الاجهزه اللي هقولها في الفيديو دوت، بالتالي ما يستاهلش ان هو يتحط معاهم. ولكن الايفون 8 بلس موجود معانا رغم ان الايفون اكس نزل اللي المفروض احسن منه. الكاميرا بتاعت الموبايلات في 2017 وصلت لمستوى ما كناش نتخيله قبل كده، الكاميرات فعلا بقت مهوله جدا وبقت تغني المستخدم العادي على ان هو يشتري كاميرا بروفيشنال. انا شخصيا عارف ان ناس كتيره جدا هيعجبها كاميرا النوت 8 عن اي منافس تاني بسبب ان الالوان فيها بتبقى متشبعه بزياده شويه. ابل بتهتم اكتر ان هي تدي لك الصوره زي ما انت شايفها في الحقيقه وواقعيه جدا. بالنسبه لهواوي فهي بدات تاخد بالها ان الناس بتحب الالوان المتشبعه فبدات تعمل زي سامسونج شويه في الموضوع دوت، ولكن مش قوي زيها، فهي موازنه ما بين الصوره اللي انت شايفها في الحقيقه وان الالوان تكون متشبعه علشان تدي لك صوره حلوه. اجهزه سامسونج كلها اللي نزلت في 2017 واللي نزلت قبل كده كان عندي فيها مشكله كبيره في الكاميرا الاماميه، وهي ان الصوره بتبقى ناعمه جدا والبيوتيفاي مود بيبقى ظاهر قوي حتى لو انت قافله. فرغم ان الكاميرا الاماميه عندها امكانيات حلوه جدا كهاردوير، ولكن سامسونج بتبوظه بالسوفت وير اللي بتعمله دوت. الايفون 8 بلس شايف ان هي اصلا ما تنفعش تبقى كاميرا اماميه في جهاز بالسعر دوت، والايفون اكس رغم ان هم حسنوا عن قبل كده كتير في الكاميرا الاماميه ولكن شايف ان برضه في تحسينات احسن من كده كان ممكن تتعمل. ففي الكاميرا الاماميه الهواوي ميد 10 برو بالنسبه لي هيكسب كل المنافسين بسهوله. بالتالي لو انت مستخدم يهمك الكاميرا ففي رايي انا الهواوي ميد 10 والميد 10 برو هما انسب موبايل ليك نزلوا في 2017. الشاشه من غير ما اكمل ومن غير ما ابتدي في الموضوع ده اصلا فمعروف ان دايما الشاشه بتبقى انتصار كبير لناحيه سامسونج، وفي 2017 الوضع ما اختلفش قوي، نفس الموضوع برضو الاس 8 والاس 8 بلس والسامسونج جالاكسي نوت 8 كلهم متفوقين على اي منافس تاني ليهم من ناحيه الشاشه بتاعتهم، سواء من ناحيه ان هي من غير حواف، سواء من ناحيه ان هي شغاله بشاشه ايدج، سواء من ناحيه الالوان والاضاءه. الشاشه بصراحه بتاعت سامسونج حتى الان في رايي لا يعلى عليها. الاداء انت بتتكلم دلوقتي عن جهاز هاي اند، فبالتاكيد اي موبايل هتجيبه برضو الاداء بتاعه هيكون سريع جدا وسلس جدا، ولكن دوت في الاول مش هيكمل معاك الموضوع دوت على طول بعد كده. اجهزه ابل معروف عنها ان هي بتحافظ على الاداء لمده طويله بشكل كويس جدا، وده بسبب الاي او اس طبعا. ولكن ابل في الفتره الاخيره اعلنت بشكل رسمي ان هي بتبعت تحديث يقلل من الاداء بتاع الموبايل علشان يحافظ لك على البطاريه مده احسن. بالتالي الميزه اللي كانت موجوده في الاي او اس جامد ان هي بتحافظ على الاداء بتاعها هتبتدي تخسرها واحده بواحده، وبالفعل لو جبت اي موبايل من الموبايلات اللي عدى عليها سنه او سنتين دلوقتي هتلاقي ان الاداء بتاعها بقى فعلا اقل من الاول بشكل ملحوظ. وكذلك الايفون 8 بلس والايفون اكس هيحصل لهم نفس الكلام في 2018 لما ينزل الجهاز الجديد. بس في الاخر لو هختار جهاز واحد من ناحيه الاداء هيكون الايفون اكس، شايف ان هو متقدم عن المنافسين شويه، مش بفرق كبير ولكنه يظل متقدم عن المنافسين. 2017 بالنسبه لي ما اقدرش اعتبرها سنه كان فيها البطاريات حلوه، معظم الشركات كانت بتنزل موبايلاتها ببطاريات تعتبر ضعيفه في رايي. على سبيل المثال الاس 8 والاس 8 بلس كنت شايف ان بطارياتهم اقل من المتوسط شويه، اتمنيت ان هم يحسنوا دوت في النوت 8، ولكن لما النوت 8 نزل اتضح ان بطاريته اضعف كمان من الاس 8 والاس 8 بلس. الهواوي بي 10 والبي 10 بلس مش اجهزه اصلا بتركز على البطاريه زي اجهزه الميت 10 والميت 10 برو اجهزتها فعلا البطاريه فيها تعتبر كويسه جدا. ففي الليسته اللي انا قلتها لحد دلوقتي ديت الميت 10 والميت 10 برو عندهم احسن بطاريه. لما نيجي نشوف اجهزه ابل فهنلاقي الايفون 8 بلس والايفون اكس. الايفون اكس بطاريته ما تختلفش كتير عن الاس 8 والاس 8 بلس في رايي. اما الايفون 8 بلس على الناحيه الثانيه بطاريته واحده من احسن البطاريات اللي انا جربتها في حياتي كلها، مش مجرد في 2017 بس. فكده المنافسه عندي في البطاريه ما بين الميد 10 والميد 10 برو والايفون 8 بلس. ولو هختار واحد فيهم بطاريته فعلا احسن هتكون الايفون 8 بلس، خصوصا كمان ان انا كان عندي مشكله قبل كده في اجهزه ابل ان هي ما بتدعمش الشحن السريع ولا الشحن اللاسلكي، ولكن الايفون 8 بلس بقى يدعمهم، فما بقاش عندي مشكله ان انا اقول ان هو فعلا عنده احسن بطاريه في السوق دلوقتي. السوفت وير وواجهه المستخدم بيخضعوا للاهواء جدا، فانا ممكن السوفت وير اللي يعجبني ما يعجبكش والعكس صحيح برضه. بالتالي لو انت مستخدم اي او اس فانت خلاص اتحشرت في اجهزه ابل وما قدامكش خيار تاني غير الايفون اكس او الايفون 8 بلس. اما لو انت مستخدم
واجهزه اندرويد فهيكونوا قدامك خيارات كتيره جدا. وانا شخصيا بحب شكل اجهزه سامسونج سواء الهاردوير او السوفت وير. السوفت وير بتاعها فعلا مميز يا جماعه. في ناس كتيره ما بتحبوش علشان ما بتحبش الشكل المتعدل عليه بزياده قوي دوت، ولكن انا عن نفسي بحبه، بحب الشكل بتاعه، بحب توظيف السوفت وير مع امكانيات الموبايل. فلو بنقارن في السوفت وير ما بين اجهزه هواوي وسامسونج بالنسبه لاهوائي انا الشخصيه، انا بكون ميال بصراحه لاجهزه سامسونج اكتر. ولكن في الفتره الاخيره هواوي برضه حسنت في الواجهه بتاعتها، فما بقتش سيئه زي الاول، دلوقتي بقت فعلا واجهه محترمه. واهم حاجه فيها ان هم مزودين الارتفيشال انتليجنس فيها والذكاء الصناعي وموظفينه كويس، فديت حاجه تحسب ليهم حتى لو مش هي الواجهه المفضله بتاعتي دلوقتي. وبعد ده كله اكتر سؤال هيجي لي دلوقتي من الاخر، اشتري ايه يا احمد؟ اشتري انهي موبايل فيهم واشتري من انهي شركه؟ وردي بيكون كالمعتاد انك تشتري الموبايل المناسب بالنسبه لك وبالنسبه لاحتياجاتك الشخصيه انت. وشوف حتى لو عندك مقدره انك تشتري من بره مصر هيكون قدامك منافسين كتير برضه كويسين زي اجهزه جوجل واجهزه ال جي واجهزه وان بلس. ما تنساش تشاركني في الكومنتس باكتر موبايل عجبك من الموبايلات اللي انا قلتها في الفيديو دوت. ولو في اي موبايل انا ما ذكرتوش وانت شايف ان انا كان يستاهل ان انا اقوله في الفيديو قول لي عليه في الكومنتس. ما تنساش تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك وتعمل شير للفيديو، واهم حاجه تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب علشان تشوف مني الفيديوهات اللي بعد كده. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استني في الفيديو الجاي.